قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نخاف أنك إذا مت نضيع من بعدك ونضل. قال: لن تضلوا من بعدي ما دام فيكم كتاب الله وسنتي. هذا عزنا، وهذا اللي أكرمناه وجدنا الكرامة في حياتنا، كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن والله أن أحيانا نتألم إذا وجدنا مصحف في بيتنا ولا حتى في المساجد مكتوب عليه بهالطريقة ولا مقطع بهالطريقة، ما نرضى هالشيء أبدا، ولا نتمنى كتاب الله سبحانه وتعالى يصل له المراحل، مع أنه موجود عندنا بكثرة. بعض الدول في أفريقيا ولا غيرها من دول العالم والله ما يلقون المصحف، والله ما يلقونه. وهنا مركز العناية للمصاحف في محافظة الخرج، أول وأكبر مركز على مستوى المملكة للعناية بالمصحف، وتوصل مصاحفهم الجميع دول العالم. عندك طال عمرك مصحف مكتوب عليه محيوس مقطع، ما ترضى لهان الكتاب الله سبحانه وتعالى أبد، تواصل معهم وين مكانك في أي مدينة من مدن المملكة، يوصلك المندوب، هو اللي يجيك وياخذ منك المصاحف، ويبدون يشتغلون عليها إلين يرجعونه مصحف جديد، ثم يوزع الجميع دول العالم. شلون يرجعونه؟ وش الخطوات علشان يرجع مصحف كذا؟ نشوف الخطوات. ما شاء الله. الله، يا هلا، يا مرحبا، حياك ربي. ابو عبد الله، اول شيء الله يبارك بجهودكم. انا طال عمرك عندي سؤال بس، اللي موجود هنا كم مصحف؟ هذه تقريبا 3 ملايين مصحف، هذه قابله للتجديد. ما شاء الله. تاخذ دورها للصلاح ان شاء الله. طيب طال عمرك، السنه ذي هدفكم كم تجددون مصحف؟ ان شاء الله مليون واكثر، اكثر من مليون ان شاء الله. خلال الشهر كم؟ من 50 إلى 40 ألف. ابو عبد الله قال موجود هنا 2 مليون إلى 3 مليون، بتقول وين المليونين؟